ما كدبتش شربية اما قالت ان ليلتنا بيضة. ومن مميزات الليالي البيضاء انها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. ما انا محتاج وقت عشان افتكر لغة الاشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش، خلاص قولي لي عايزة تقولي ايه، بس واحدة واحدة. ها ده السجن ولا في السجن؟ كنت عايش ازاي في السجن؟ مسجون. مسجون بين 4 حيطان يا ولداه، وسط وشوش كئيبة، انما ايامه عدت. بقول لك ايه بقى، واحنا بقى الكلام في اللت والعجن. دي ليله سلام، دي مش ليله خميس وهتتضرب، لا، دي ليله بعد 7 سنين عجاف. ولا انت ناويه بقى تقضيها قطع ارسال صوت وصوره؟ ها؟ وحشتك، يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله، قولي لا اله الا الله. دي لا اله الا الله حلوه. دي حكايتك يا كرامه شبه كل الحاجات الحلوه اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن ايامه بتعلم الصبر، وانا اتعلمت السكات، بقيت ساكت زيك كده. انما خلاص ايام ولت. تلعبي ريست 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 بتاع زمان. ها يلا بس ما تخميش. 1 2 3. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصادهم، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزة تكسرني وتذل نفسي. مرة حبي على راس الغندورة، والتانية حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المرة الجاية هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه، زي ما اكون مجنونة ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شو، عملها مش مستاهله. كرامتي مش مستاهلة عندك يا راجل. انت مش حمل ضاويه ولا حمل سماها، ولا حد في الكون ده كله حمل جزه من نبأ. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب. ما عرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاويه تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشروخه دي مش عايزه اسمعها تاني، لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه اهدي اهدي عبيطه، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاويه دي تتمنى تقلعي لها عين ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايز تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمه راجل. بقول لك ايه، ما تدخليش عيشه في ام الخير، دي غير دي. خميس ده املنا كلنا، املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة أفندينا؟ عرفت.
هاتها جمال يا رب. شرفت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا معلم، انا مش عفريت، انا مطره. مطرة؟ وايه اللي معارك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. جوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره وما رجعش لغايه دلوقتي يا معلم. انا بكلمك على جوزك براء. وانا بكلمك عن جوزي غريب. بقول لك ايه يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهارده برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا انا غلطانه؟ انا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت ايه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يطخه عيار في الزحمه ويا ريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز انا اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطره؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكم بالمعروف وهخرج منه برضه بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهلفظ بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين، لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه